بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب دايما. بتوحشوني مع اني ما اتأخرت عليكم، بس بتوحشوني كتير والله العظيم. نفسي ابقى معاكم كل يوم، بس الواحد بيبقى ايه مش عارف يصور كل يوم من الحر والجو والدنيا يعني صعبة قوي في الجو اليومين دول، ربنا يعديها علينا بخير يا رب. فطبعا الواحد مش قادر يقف في المطبخ ولا يعمل حاجة ولا يقف قدام البوتاجاز. يعني الحمد لله، يعني ربنا يرحمنا من الحر ده بصراحة. فالبنات عايزين يغيروا الاكل بقى، سيبينا بقى من الطبيخ والبتاع اللي انت ايه ماسكالنا فيه ده، وغير لنا الاكل. قلت لهم خلاص ماشي. فبعتهم جابوا لنا فرخه، فمسكتها غسلتها وقطعتها وايه، عينت منها الصدر، قلت نبقى نعمله بانيه، وخدت بقيت ايه حواجي الفرخه كلها، قلت بقى نعملها في ايه مع بعضها. قلت لهم هاتوا انا اتبلها وانا اشويها لكم في الفرن وكده. طبعا هنا التتبيله كانت عباره عن بصلتين وطماطميتين وشويه ايه وقرنين فلفل خضر. حطيت هنا ملح وفلفل اسمر وتوابل، بس مش اكتر ولا اي حاجه. الحاجه اللي كانت عندي حطيتها يعني، ولا دورت بقى على توم باودر ولا بصل باودر. التوابل اللي عندي حطيتها فيها من كل حاجه، وطلعت جميله وتحفه تحفه تحفه. الناس كلها بتعقد على نفسها اجيب مش عارفه ايه اجيب ايه. لا يا جماعه، اللي موجود عندنا نعمله. انت بقى عندك عبه تحطي صوص صويا صوص او اي حاجه من الحاجات ديت، معلقه عسل، عايزه اي حاجه بتدي نكهات وبتدي ايه، بتخلي الحاجه طعمها حلو. دي حاجات كلها زيادات يعني، بس البصل والطماطم والفلفل زي ما انتوا شايفين كده. وجبت بقى عندي الكيس الحراري، رحت حطاها في كيس حراري، ورحت ايه حطيت شويه في الكيس من تحت، وهكمل واحط الفراخ وهكمل بقيه التتبيله عليها من فوق زي ما انتوا شايفين كده. اللي وصل معنا لحد هنا يا جماعه يصلي على النبي ويقول لا اله الا الله محمد رسول الله وحيد الله، ويحط لنا اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كنت غاسله بقى الفراخ، وكنت مقطعاها بقى ايه يعني مش كبيره يعني، حطيت قطعت اللي وراك دبوس لوحده وده لوحده، والكتفين بالكبده بالقناصه بالحاجه بالجناحين كل ده كده. عينت بس الصدر، قلت نبقى نعمله بانيه في اي وقت وكده. صلوا على النبي يا جماعه وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. حطيتها كلها هي، حتى الكبدايه والقناصيه كمان اهو. ايه قلت رحت حاطه عليها بقيه التتبيله من فوق. تتبيله جميله جدا يا جماعه، بسيطه وسهله وبتدي طعم حلو قوي قوي قوي. فمحدش يعقد والنبي يا جماعه على نفسه اي حاجه. بالنسبه للتوابل اللي تقولك بصل باودر وتوم باودر وبابريكا ومش عارفه ايه، موجود عندك حطي، مش موجود عندك اللي موجود عندك حطيه، ما نعقدش نفسنا. يعني الدنيا معقده احنا نسهلها. بقت بقى قلبتها زي ما انتوا شايفين كده. اسكت بقى اتقلبت حلوه اهو، حلوه وزي الفل. اسكتي بقى، لا ما اسكتش. يا بنت الناس اسكتي، لا والله ما انا ساكته لما الكيس يتقطع. صلى على النبي يا جماعه. الكيس اتقطع، طيب ما هو كانت اتقلبت حلو يا بنت الناس اسكتي. رحت جايبه كيس تاني ونقلتها، ورحت ايه قلت اما اعمل جايبه ورقه، لقيت ورقه مفكراها القفل بتاع الكيس، لقيته بتقطع مني، حتى دي كمان طلعت ورقه. لقيته مركون بعيد، انا مش واخده بالي منه. قفلتها ورحت ايه نغزاها نغزتين كده بالسكينه الكيس، عشان خاطر ما يفرقعش في الفرن وكده. وقلت اعمل بقى جنبه كيس مكرونه. يا ستي مش عايزين مكرونات ولا عايزين حاجات، قلت لهم مش هتشبعكوا الفراخ لوحدها، فاعملوا كيس مكرونه. كلتوه ما كلتوش انتوا حرين، بس المهم عشان ما حدش يقول احنا جعانين. اقول خلاص ماشي. ولحد كده كانت الدنيا تمام وزي الفل، وكل حاجه ماشيه ايه زي الفل. زقيتها في الفرن، كنت مولعه الفرن بقى وانا بتبلها وكده. شوفوا العرق يا جماعه عامل ازاي على مش قادره من الحر. مكرونه الميه كانت غليت، حطيت كيس المكرونه، بقول لها هي المكرونه الملكه لونها اتغير ليه كده؟ قالت لي مش عارفه. يلا حطيت كيس المكرونه عشان يتسلق، وانا حطيت كيس المكرونه من هنا يعني ايه، وعينكم ما تشوفوا النور ايه الا النور. بس يلا مش مشكله. سلقت المكرونه وقلت اتبل بقى اعمل التسبيكه بتاعتها. انا مش بحبها بتوم، مش بتكيفني بصراحه. فبقى عملت لها بصلايه، البصل اللي مجننا اليومين دول. رحت عامله البصلايه ورحت متبلاها شويه كده، وبعدين رحت حاطه على الطماطم. قلت لبنتي ما تجيبيش وشي، خليكي ركزي على ايدي ومالكيش دعوه بوشي، عشان انا كنت معيطه وكان ما يعلم بيا غير ربنا. دلوقتي هتشوفوا في اخر الفيديو ايه اللي حصل. يلا الحمد لله، يعني انا ليا حاجات كده غريبه، بس يلا الحمد لله.
صلوا على النبي يا جماعه، ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه حط لنا اللايك واشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ايه الاخبار يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير يا رب. الفراخ كانت طالعه جميله قوي، كانت جميله جميله يعني. البساطه ما فيش احسن منها والله يا جماعه. ما نحاولش نعقد على نفسنا الامور. يعني في ناس ما تقدرش تجيب كميه التوابل اللي الناس بتتكلم عليها، وسبع بهارات والحبه السبعه والمش عارفه ايه. في ناس ما تقدرش على الحاجات دي يا جماعه، فاحنا نسهل على نفسنا. طماطم حتى كمان دلوقتي غاليه، وسبحان الله في الصيف والحر دوت وناشفه يعني جامده، وقلبها مش احمر. سبحان الله ازاي دي مش عارفه. مع ان في الوقت دوت الطماطم كانت بتبقى مستويه ورخيصه، بس دلوقتي الطماطم كيلو وربع ب10 وب10 جنيه. يعني احنا ننيمها من حته تطلع لنا من حته تانية. التوابل اللي عندي بحط منها، بحط حبه ملح وخلاص على كده واسيبها تتسبك. صلوا على النبي يا جماعه. هنا بقى كنت سبكت التسبيكه، كانت اتسبكت والمكرونه بقى رحت ايه حطيتها وقلت يلا نغرف بقى علشان ناكل، لان احنا كنا جوعنا. المكرونه كان برضو طالعه حلوه قوي، ونص كيلو فاض منه كتير. مش عارفه في ايه، الحر ما بياكلش. الحر بجد يا جماعه ما بياكلش، بس يلا الحمد لله. في الشتاء بقى عايزين ناكل بعضنا. الصلصه بتاعتها جميله وحمرا وجميله ازاي. بحس بقى بايه بشمخه التسبيكه بالبصلايه، لكن بالثوم لا، ملهاش اي طعم بالنسبه لي انا. مش بحبها. يعني انت يسير بتحبها بالثوم، انا مش بحبها بالثوم. وروضه بتحبها بالبصل زيي، وحمدي. ايه تيسير على طول مختلفه معانا. انا كنت بقى ما حكتلكوش بقى، كنت حطيت المكرونه وتتسلق وخارجه في باب المطبخ كده وقعت اتزحلقت، فدماغي اتخبطت في الارج بتاع المطبخ. فقعدت اعيط بقى كده وعياط جامد، فكان وشي باين عليه قوي ورجليا مش قادره اتلوت مني وكده. هتشوفوني دلوقتي وانا قاعده، حتى ختمت الفيديو والبنات قالوا لي ختمت الفيديو مش حلو وكده. قلت لهم معلش مش قادره اتكلم. شوفوا يا جماعه كنت عامله ازاي، والفراخ كانت جميله ازاي يا جماعه. كانت جميله جميله يعني. بقول لها خلاص مش قادره، تقولي لا اتكلمي. اه اشوفكم الفيديو الجاي. اشتركوا في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم من جديد. شوفوا وشكم على خير.